الغلطة ممكن تتصلح وممكن تتفهم وممكن نعديها ونكمل، ده لو غلطة. بس الطبع حكاية تانية خالص. أنا اتعلمت بعد ما عاشرت ناس كتير، وبعد ما اديت أعذار أكتر بكتير، وبعد ما حاولت أقنع نفسي إن الناس بتتغير وإنك ممكن تغير الشخص اللي قدامك للأحسن. في الأول كنت بضحك على نفسي وأقول ما هي غلطة وكلنا بنغلط، وأعدي وسامح وعاتب وأكمل. بس مع الوقت لاحظت إن نفس الغلط بيطلع من نفس الشخص، بنفس الأسلوب، بنفس البرود ونفس التبرير. ساعتها فهمت إن الغلط فعل، والفعل ممكن يتصلح، إنما الطبع هو طريقة تفكير ونظرة للحياة وأسلوب تعامل. طبع جواه مش بيتغير بسهولة. في ناس تغلط وتتكسف، وفي ناس تغلط وتعتذر، وفي ناس تغلط وتتعلم. دول يستاهلوا فرصة تانية. لكن في نوع تاني يغلط ويبرر ويعيد ويكرر نفس الغلط، ولما تواجهه يقلب عليك ويقولك ده انت اسود قوي وما بتنساش. ده طبع ما بيتغيرش، ده تسيبه وانت الكسبان. خلي بالك، سامح الغلطة لو شفت ندم، ادي فرصة لو شفت تغيير، لكن اوعى ترهن عمرك على طبع مش ناوي يتصلح. الراحة مش انك تصلح الناس، الراحة انك تختار مين يستاهل يكمل معاك ومين تسيبه علشان تحافظ على نفسك.